برنامج ام فاطمه. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم العسل، حيت طلبتوا ليا بزاف ديال الناس طلبوا ليا. غادي نديروا العسل بالسنيده وغنديروا العسل بالسكر. غادي نعاودوا ان شاء الله هذاك العسل اللي درنا ديال التمر. الناس بزاف قالوا لي عاوديه باش نفهموه مزيان. يعني التمر هذا معجن شريتو هكا، والناس ديال اوروبا اللي خارجين من المغرب ما عندهمش هاد التمر معجن هكا. انا غادي نديروا لهم بهذا التمر هذا. دابا ان شاء الله غادي نبداو. غادي هذا التمر هو الاول. ها هو التمر جبتو بحال هذا. الناس اللي في الخارج ما عندهمش هذا، حتى هذا يدار، حتى هنا في المغرب اللي بغى يدير هذا يديرو. حيدنا ليه العظم ودرناه هنايا. دابا ان شاء الله نطحنوه شويه باش يجيكم ساهل. هو تقدروا طيبوه غير هكا، ولكن غيشد لكم الوقت. هما طحنوه باش هنايا درت القوا من هنايا فوق العافيه وشعلت عليهم، ودرت هذا السكر هذا باش يولي حمر، باش يعطينا ديك الحموره ديال العسل. دابا غنخليوه يتحمر يولي حمر ونتلاقاو ان شاء الله. دابا هذاك السكر ديالنا هو ولا بحال هكا كراميل لهادي لهادي. غنبداو بالقلب تاع السكر. غادي نديرو فيه طرو تاع الماء. كحجو شويه وجهكم لا يمشي يطلع عليكم داك السكر ديال غير شويه بشويه وبعدو. هذا غادي نديرو فيه شويه ديال القلب، غنديرو فيه شويه ديال الازير، العواد ديال القرفه، شويه ديال الفليو وشويه ديال الزعتر. هذا ديال القلب السكر. هذا ديال سنيده، كوكو سنيده هنايا. هذا درت فيه طرو ونص تاع الماء. داك القلب هذا انا غنوري لكم شحال الخياط غادي ندير فيه. كتخويو الماء وتحجو يديكم وتحجو وجهكم. ها هو الماء يكون شويه طلع عليه شويه هكا. هذا هو القياس ديالو د الماء. غنلوح فيه حتى هو شويه ديال العود ديال القرفه، وغنلوحو فيهم الحامض. دابا غادي نخليوهم يطيبوا شويه ونتلاقاو ان شاء الله. دابا العسل ديالنا اللي درنا قبيله هذا ديال القلب اللي درنا فيه داك العشوب هو هذا. تكونوا دايرين الماء في الثلاجه يبرد، ومره تبقاو ديروا واحد الشيته بحال هكا وتبقاو تمسحوها بالجناب هذا باش هذاك السكر ينزل. الا بقى هذاك السكر لاصق هنايا في هذا الجناب وخيطتو العسل ديالكم طاب، راه غادي يولي لكم سكر. خاص هنا الماء بارد الشتاء باش يهبط هذاك السكر كامل. دابا غادي نهزو شويه نشوفوه واش طاب. مره هزو شويه نشوفوه واش طاب بحال هكا. ها هو خليوه يبرد وديروا له هكا. الا شفتوا هذا الخيط راه طاب. ديال السنيده حتى هو بحال هكا. كتبقى اللي درت قبيله مع هذا حتى هو ديروا له الماء بحال كي قلت قبيله. حتى ديال السنيده الا بغيتو ديروا فيه هذا العشوب هذا اللي درنا هنا ديروه هنايا فاش درنا الزير والزعتر وفليو والقرفه. الا بغيتو ديروه حتى في الاخر ديروه ماشي مشكله. دابا ان شاء الله نتلاقاو. ديك العسل ديال التمره هنايا درت داك المعجون. ها هو درت فيه طرو نص تاع الماء، وهذا حتى هو نديرو فيه طرو نص تاع الماء. بجوج بهم يطرو ونص انا غنخليهم يطيبوا نتلاقاو ان شاء الله. التمر ديالنا اللي درنا قبيله حيدنا ليه العظم وطحنا في الماكينه، جا شويه قاصح ما طحنش مزيان،
ودابا خصني نزيدو شويه الماء باش يزيد يطيب لان باقي شويه قاصح. ملي تبغيو تشريو التمر شريوها شويه رطبه، ما تكونش قاصحه بحال هذه اللي شرينا حنايا، تكون شويه رطبه. وهاد الاخرى هذه اللي درناها منين ديروا ديك اللي معجونه اللي درنا هنايا، منين ديروها هنا تبدا تسخن بقاو تحلوها، حلوها باش تحل. ولا شفتوها خاصها شويه د الماء زيدوها شويه د الماء، خاصها تجي بحال هكا باش ملي تعصروها تبقى تعصر لكم. دابا هذه هي هذه طيب بحال هكا، شفتوها قاصحه زيدوها شويه د الماء، وإلا بقات هكا راه هي هذه غنزيدها شويه د الماء باش طيب لان باقا قاصحه. داك الماء اللي درت لها ما قداش لان التمر قاصح. حاولوا تشريو التمر شويه تكون رطبه. دابا نتلاقاو ان شاء الله. هذاك التمر اللي طيبنا هو هذا، خصو يكون بحال هكا. قلت الا جاكم قاصح زيدوا فيه شويه الماء وخليوه يطبخ. دابا غادي نوريكم كيفاش نعصروه. كيف قلنا زي في حياتي وجمعوه بحال هكا. قلنا يكونوا ودينا راهم مغسولين بالصابون ونبداو نعصرو هكا هاك. هو خصو شويه د الخطر ولكن عصروه بشويه. دابا نتلاقاو ان شاء الله. دابا داك العسل ديال التمر اللي صفينا اللي عصرته قبيله هو هذا، كنعاودو نردوه في الكاميره باش يطيب. دابا ملي قرب يطيب غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نوري لكم كيفاش جا. دابا داك التمر ديالنا اللي عصرناه وديناه يطيب هو هذا. ملي تشوفوه يدير هكا الرغوه صافي راه قولوا راه طاب. دابا غادي نهز شويه هنايا، هزو شويه هنايا وخليوه يبرد شويه. ولا بحال العسل صافي، الا خاصو زيدوه جاري زيدوه شويه، ولا جاكم هو هذاك صافي طفيو عليه ونتلاقاو ان شاء الله. داك العسل اللي طيبنا بدوك العشوب هو هذا. ملي صفيناه في الصفايه رقيقه بحال هكا، وملي كيتصفى بحال هكا كيبقاو هادو هنايا. تكون الصفايه تكون رقيقه شويه. هو هذا داك العسل يعني بدوك العشوب كيجي مزيان والريحه ديالو عاطيه. هو هذا انا غنوريه لكم. هو هذوك العشوب كيجي من داك الشيء. دابا ديك التحلوت اللي درنا بداك التمر اللي حيدنا له العظام وطحناه، ملي تبغيو طحنوه ديروا مع شويه د الماء لان باش يتطحن شويه. هو هذا اللون ديالو كيجي بحال هكا. وهذا طلبوه الناس ديال اللي خارج المغرب قالك ما عندهمش داك التمر معجنه. هو هذا داك اللي درنا بداك التمر معجنه. هو هذا باقي شويه سخون، باقي ما شادش مزيان. هو هذا. ودابا نتلاقاو ان شاء الله. العسل ديالنا هو وجدناه اللي طلبوا ليا الناس، كنتمنى باش يعجبهم. هذا العسل درناه بالقالب تاع السكر، وهذا درناه بالسنيده. هذا ديال القالب تاع السكر درنا فيه دوك العشوب كيجي مزيان. حتى هاد السنيده اللي بغيتو ديروا فيه داك العشوب ديروه فيه بحال ولكن هذا بالقالب تيجي احسن. وهذيك اللي سميناها العسل ديال التمر في الرشيديه كنسميوها تحلاوت. كنتمنى باش يعجبوكم. دابا بقى لينا الا ندردر عليهم المحبه والسلام للمغرب الحبيب.